بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على اشرف الخلق سيدنا محمد نبي ورسول عليه افضل الصلاه والسلام. نبدا باذن الله معاكم ان شاء الله برج الثور. تمام، غير بقى اللايكات يا جماعه، عشان اللايكات بترفع الفيديو عشان يوصل لاكبر قدر ممكن من المشاهدين. واللي ما اول مره يشرف قناتي يا ريت يعمل اشتراك فضلا وليس امرا، ده طبعا تنوروني على راسي من فوق. نبدا نسمي بالله كده ونبدا معاكم برج الثور. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا برج الثور، ما شاء الله ما شاء الله عليك، بجد بجد عندك بالنسبه للرزق باذن الله ان شاء الله تعالى، عندك طبعا باب الرزق عندك بسم الله ما شاء الله مفتوح ما شاء الله عندك اهو، عندك الصيغ كلها الحمد لله ما شاء الله، عندك صيغ كتير مفتوحه، يعني ان شاء الله في رزق جاي لك باذن الله. ده طبعا بالنسبه لبرج الثور باذن الله ان شاء الله. بس انت كان عندك حاجه يا برج الثور اهوت، كان عندك كذا مشكله اهو الفترة اللي فاتت، كان عندك مشاكل وما زالت اهو، كل ما كنت تخرج من مشكلة تلاقي مشكلة ايه تانية. ما شاء الله المشاكل محوطاك يا برج الثور بطريقة فظيعة، بس انت ان شاء الله ربنا يعديك من اللي انت فيه ده يا برج الثور باذن الله. كل مشكلة الحمد لله يعني ربنا معديك من المشاكل ديت على قدر الامكان. هل لك سرا عند الله فعلا، لان انت ما شاء الله ايدك اللي في ايدك مش ليك يا برج الثور. انت عيبك الوحيد ان انت عصبي زيادة عن اللزوم، وايه مش بتقدر تتحكم في عواطفك ولا تقدر تتحكم في لسانك. معلش بامسكوا لسانك حصانك، كن صنت صانك كن خنت خانك. يعني خلي بالك يا برج الثور، حافظ على نفسك اكتر من كده. تمام، لسانك ده لما اديك في 60 عسل، يعني مش عايزه اقول الفاظ تانية. وعندكم بعض منكم برضو عفوا برضو برج الثور اهوت، عندكم ايه في بعض منكم في محكمة. تمام، المحكمة دي زي محكمة أسرة أو حاجة، في اللي هو كان فراق أو حاجة يعني. بس إن شاء الله خير يعني. وفي بعض منكم عنده محكمة بسبب الورث أو حاجة، المهم هو تبع الأهل يعني. تمام، الله أعلى وأعلم، وربنا ينجيك منها ويطلعك منها على خير يا برج الثور. وعندك برضو بص انت في بينك وبين الشريك في مشاكل أو حاجة، بس الشريك بيعني ليك يعني، هو بيحبك، الشريك عموما بيحبك أوي يا برج الثور اهو. شوف بدليل اهو، انت يعني دايما مش عارفه اقولها لكم ازاي. انت يعني انت دايما يا برج الثور، يعني انت عندك هو الشريك بيحبك وبيعملك كل خير، اللي هو يعني مهما تعمل عشان عصبيتك وكده بيستحملك برضو، لان الشريك بتاعك طيب جدا يا برج الثور سبحان الله والحمد لله، ربنا يهديهولكوا يا رب. فانت بلاش نقار ومشاكل طول الوقت يا برج الثور، لان ده بسبب حاجات مش كويسه في البيت، وطبعا بيشمت الحبيب قبل العدو. تمام، القريب قبل الغريب. فخلي حافظ على نفسك يا برج الثور، وحافظ وصون بيتك وصون سرك، وبلاش الافوره زياده عن اللزوم، وحاول ان انت ايه تبقى طيب شويه وتتغاضى المشاكل عشان ما يحصلش اكتر من اللي انت فيه يا برج الثور. تمام، وعندك طبعا يا برج الثور في بعض منكم ان شاء الله ان شاء الله تعالى، في بعض منكم في حملة او حاجة للفترة ديت، في يعني في انتظار مولود جديد ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يجعلها مولود سعيد عليكم ويفرحكم ويفرح الاسره الكريمه كلها على خير يا رب العالمين، كلهم على خير باذن الله. وعندك كمان في زواج، في بعض منكم اللي هو مش متزوج ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله، اللي من جايين دول على اخر الشهر كده في ان شاء الله زواج ليك يا برج الثور، او زواج لحد قريب منكم اهو. اللي مش مرتبطين ان شاء الله يرتبطوا في زواج باذن الله. وعندك كمان برج الثور، انت بالفتره دي في بعض منكم انتوا بتشتكوا بتعب او حاجه الفتره ديت، عندكم تعب برضو دايما في المفاصل، عندكم تعبانه رجلكم مش قادرين تشيلكوا بمعنى اصح، عندكم كسل، عندكم خمول. ليه يا برج الثور ليه؟ وعامل المشاكل بتديها اكبر من حجمها، هي مشاكل هايفه وبسيطه دايما بتركز فيها وتعمل من الحبه ايه اوبا يا برج الثور. حاول انت تتغاضى وتبقى احسن من كده وتعدل الامور عشان ربنا يسهل لك امورك. سبحان الله ظاهر عندك في فنجانك كلها برج الثور ان انت دايما في مشاكل، ليه مش عارفه؟ انت اللي بتعمل مشاكل على فكره، محدش مش هم اللي بيعملوا لك مشاكل، انت نفسك عزيز عليك او كرامتك بتنعى عليك، او كرامتك دايما تعباك يعني بمعنى صح. معلش الالفاظ كرامتك دايما تعباك يا برج الثور.
فحافظ على نفسك اكتر من كده، بالله عليك حافظ على لسانك. ودايما في واحده دايما اهي شايفينها تحت ايدي اهي، هي واحده تخينه شويه ومسيطره، معرفش هي مسيطره عليك يا برج الثور، ودايما مشاكل كلها، شوف وراها مشاكل، شوف الله اكبر، الله اعلى واعلم يا رب. 2 3 4 عاملين لك لحد دلوقتي يجي 4 مشاكل، وانت مصر عليها ومفكر ان هي حبيبه، مش حبيبه خالص. هي تخينه شويه من تحت، ودايما هي عندها بنت عروسه او حاجه اهي، هي بنتها ما شاء الله عندها بناتها كبار يعني مش عيال صغيره. تمام. دي الست ديت مش عارفه يعني هي مش بتعني لك خير خالص. تمام. فانت حاول ان انت تحذر منها يا برج الثور. تمام. وعندك كمان اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اهي في فكره في دماغك، في مشكله في دماغك بتدور في دماغك، يعني هي قافله عندك دماغ خالص، قافله يعني دماغك مقفوله خالص على المشكله ديت، بتفكر فيها الفتره دي جامد وشغله تفكيرك، وحتى مخلياك مش عارف تاخد بالك من بيتك وولادك، يعني كل همك في المشكله دي. بس ان شاء الله ربنا يطلعك منها على خير باذن الله، وكل المشاكل دي هتتحل يا برج يا برج الثور. بس انت حاول ان انت زي ما انا قلت تحذر من اصحاب النوايا الخبيثه. تمام. يعني تحافظ على نفسك وتفتح عينيك اكتر من كده. تمام. ما تديش الامان لاي حد مهما كان، حتى لو اختك او اخوك، لان اكتر الضربه ما بتجيش الا من القريب. تمام. اهم حاجه بس انت الفتره دي في معلش انت عندك في الاطفال او في حد عندك تعبان من الاولاد او حاجه، بس ان شاء الله ربنا يشفيه لك باذن الله، وربنا يا رب يشفيك ويشفيهم ويشفي كل مريض قادر يا كريم، وربنا يستر عليك وعلينا باذن الله. طبعا انا زي ما قلت لكم اهوت، في بعض منكم زي ما قلت في فرحه او حاجه، في فرحه جايه لك باذن الله، وطاقتك حلوه باذن الله ما شاء الله. زي ما انا قلت الرزق بسم الله ما شاء الله، رزقك هيجي لك باذن الله، لان الطرق عندك كلها مفتوحه يا برج الثور. انت من الابراج الكويسه جدا جدا وطيبه فيما تتصور، يعني انتوا طيبين جدا جدا جدا. عيبكم زي ما انا قلت كذا مره، العيب في برج الثور لسانه ده اللي موديه في ورا الشمس على طول، هو ده اللي دايما يعني الناس كتير يعني بتنتقدك منك انت، ردك انت بتقول ايه، لا عشان انا ما بحبش الف ولا دور، لا مش كده برضو. الكلام عاوز ايه، حسن المعامله شويه يعني يا جماعه، بلاش حتى يعني مش معلش واحد وحش اقول له انت وحش، لا كده غلط يعني. خلي الاسلوب بتاعكم احسن من كده يا برج الثور، نصيحه مني لوجه الله. وكده الفيديو خلص معاك، بس اهم حاجه يا ريت تخلي بالك من صحتك، مش هقولها تاني، خلي بالك من صحتك يا برج الثور. وكده الفيديو خلص معاكم، يا ريت تنسوش بقى في اللايكات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونلتقي باذن الله تعالى في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.